دي بالزبده بيقولوا، بس جامده فعلا. خد انا منه. فيديو جديد واسعار جديدة. تعالوا النهاردة نشوف كده اسعار مصنعات اللحوم من ممبار لسجق للحمة حواوشي، واقول لكم رأيي فيها بكل صدق. وكمان هنشوف اسعار اللحمة يا جماعة، وهل فعلا اللحمة اسعارها بقت وصلت لحد فين. ده مش كده وبس، انا النهارده هعمل لكم كمان في نفس الفيديو ده مشتريات اللي انا جبتها من هايبر وان، اللي انا وعدتكم بيها لان حبايبي كتير طلبوها مني. فتعالوا كده وازاي نوفر مع بعض. تعالوا كده كمان هنشوف اسعار المنظفات، وهسيب لكم مقطع كمان واحنا كده في هايبر وان وبنتسوق كده انا وجوزي وولادي. فان شاء الله فيديو جديد كده من نوعه. فيلا بينا نحط اللايك الجميل بتاعنا، ولو مش مشتركين في القناة يلا بسرعة اشتركي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول يا بركة بسم الله. بجد والله العظيم انا عارفة ان انا مقصرة معاكم، بس والله اعذروني، محتاجة دعوة منكم كده بصلاح الحال. بصوا يا جماعة، اللحمة في هايبر وان ممكن تكون غالية شوية، بس بصراحة لحمة تاخديها كده وانت مغمضة. فاللحمة هناك عاملة 485، ودي كانت اللي في وش الفخدة وفي الموزة وفي كل حاجة. اما بالنسبه لمصنعات اللحوم ففي السجق ده يا جماعه، ده كان عامل كيلو الا ربع ب 76 جنيه. بس بصراحه السجق بتاعهم بيبقى مستوي وكل حاجه، وبتاخديه على التحمير. وبصراحه يعني انا جربته كذا مره كان حلو. ده كمان يا جماعه الحواوشي، لحمه الحواوشي بتجيبيها كل اللي عليكي اللي انت بتحطيها في العيش وتسويها بس فقط لا غير، عليها توابلها وعليها كل حاجه. وبصراحه بتحسي بطعم اللحمه، ومش تحسي ان هي مش مغشوشه زي بقيه اللحوم. جبت صورت لكم قبل كده وجربت قبل كده مصنعات اللحوم، ولو دخلت القناه وخدتي لفه كده هتلاقي الفيديو وتعرفي رايي. اللحمه دي يا جماعه عامله 485 اهيت اللي هي الموزة. ليه غالية يا جماعة؟ طبعا احنا عارفين ان اسعار اللحمة غالية. فانا كنت في هايبر الشيخ زايد، فهو المكان بيخدم كل مناطق الشيخ زايد واكتوبر، فما فيش حد بيلاقي مكان يجيب منه الا هايبر وان. فطبعا احنا عارفين الاستغلال بتاع التجار. لكن بالنسبة للجودة، فالجودة بصراحة جودة اللحوم بتاعتهم بصراحة حلوة جدا. المفروم كان عامل 415 اللي هو قدامكم دوت. برضو اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات وانا هجاوبكم على طول. حد يقول لي دي الاسعار غاليه، انا صوري في اماكن رخيصه. يا جماعه انا بصور لكم في كل الاماكن، ولو انت مش عاجبك السعر او انا في ناس بتطلب مني ان انا اصور في كل الاماكن واعرفكم كل الاسعار، وانت حره طبعا في اختيارك. انا عن نفسي هتشوفوا انا جبت ايه من هايبر ووفرت ايه وليه ما اشتريتش كل حاجه من هايبر. كل ده تعرفوه معايا في اخر الفيديو. السجق بتاعهم يا جماعه عندهم 3 انواع من السجق، سجق مخصوص وسجق بالدسم وسجق خالي الدسم. بس بصراحه السجق بتاعهم غالي جدا وحلو، بس تحفه يعني. تاخديه كده تعمليه على طول وبيبقى طعمه حلو عن اي سجق ممكن تتغش فيه بره. مش معنى كده ان انا بقولك هاتيه، لا، انت هتعرفي رأيي دلوقتي حالا. اهو دي المصنعات اللحوم. لان انا بصراحة جربت قبل كده مصنعات لحوم قبل كده، يعني الله يسامح كل حد بيغش الناس بجد والله. طيب تعالوا كمان هنشوف مع بعض ايه تاني. عايزة اقول لكم ان في هايبر وان في كمان مخبز في الجميع ما يشتهي الأنفس. اللي انت عايزاه بتلاقيه جوه المخبز ده. طيب كمان بالنسبة للمنظفات، طبعا بالنسبة للصابون دوت، فانا بصراحة يعني حسيت ان صابون العروض اللي في كازيون احسن بكتير من هايبر وان، بيعمل تخفيضات احسن. يعني صابون دوت دودو ده كان عامل
كان عامل كام؟ كان عامل حاجة و60. فعايزة اقول لكم ان لا غالي، حتى روفلي والحاجات دي حسيت ان هو اغلى واغلى بكتير من كازيون. كازيون وبيعمل بصراحة عروض حلوة. تعالوا بقى نبص يا جماعة للجبنة دي. جبنة دي جبنة بالقشطة، بس حاجة كده بصي هتحطيها على مربى هتبقى تحفة، هتحطيها هتاكليها كجبنة تحفة، هتعمليها بديل الموتزاريلا. اقسم بالله ما بكدب عليكم، لان انا كنت اول مرة اجيبها وجربتها كده والله العظيم ما كنت اعرف ان هي كده، كنت جبت منها كمية. تستعمليها كموتزاريلا على هي دي بالزبده بيقولوا، بس جامده فعلا. خدي انا منها مقطع واحنا بنشتري الجبنه اللي انا قلت لكم عليها. وفعلا يا جماعه الجبنه دي ما تعرفوش يعني، تحسي ان هي حاسه بكل الناس. تعمليها حطيها على مربى ماشيه معاكي، تحطيها على تستعمليها كموتزاريلا ماشيه معاكي على البطاطس او على الفراخ، والله العظيم تحفه. تحسي ان هي كده ماشيه معاكي ماتشن في كل شيء. حبيت اقول لكم عليها لان والله العظيم انا بقول لكم على الحاجات اللي انا بشتريها والحاجات اللي بتطلع فعلا حلوه. مش معنى ان انا يعني بقوله خلاص. الغالي بقول عليه غالي والرخيص بقول عليه رخيص، زي ما احنا شايفين. في بقى جميع انواع الجبن يا جماعه بصراحه حلوه جدا. طيب ندخل بقى. عايزه اقول لكم ان هناك في 3 عطارين تقدري تشتري بيهم اللي انت عايزاه، والعطاره هناك بصراحه جميله جدا والتوابل بتاعتهم حلوه جدا. طبعا انا نزلت عروض قبل كده لهايبر. طيب كان في كمان شبكه البصل 4 كيلو عامل 40 جنيه يا جماعه اهو. اي شبكه احمر ابيض ب40 جنيه كده. بقى وصلنا البيت وكان نفسي اكلمكم بصوتي، بس للاسف كان في كده دوشه فما عرفتش. فانا هنا بقى بسلم عليكم وبقول لكم ازيكم عاملين ايه. فاسفه جدا كان نفسي الصوت يبقى واضح. طبعا انا النهارده هقول لكم انا جبت ايه من هايبر وايه اللي انا ممكن استفيده. لا مش كده وبس، انا هقول لكم على طريقه. طبعا احنا عارفين يا جماعه ان ولادنا دايما بيحبوا ياكلوا بره بقى والاجازات والمطاعم. فدلوقتي عشان تروحي تجيبي اي ساندوتش ممكن تجيبيه بتمن علبه زي دي. يعني العلبه دي يا جماعه كانت عامله كام؟ عامل 190 جنيه. ده 12 قطعه، ده 12 قطعه. وده ستريبس، ده ستريبس دوت عامل 220 كيلو. 220 كيلو على فكره. ده نوع جديد جدا واقول لكم طبعا الحاجات دي جايبينها منين. طبعا انا جبت بسكوت اكسترا ده. انا لقيت ريحته حلوه بصراحه، انا اول مره استخدمه بس لقيت ريحته حلوه وسعره حلو جدا. هو 2 كيلو ونص وفي 300 جرام هديه. فده عامل 99 جنيه. طبعا كل الحاجات دي يا جماعه زي ما سمعتوا معايا كده. طبعا المسحوق ده يا جماعه على فكره طلع حلو جدا، يعني اكسترا ده طلع جميل جدا وسعره كان تحفه بجد. تعالوا كمان نشوف جبنا ايه تاني مع بعض من هايبر وان. طبعا السوسيس ده يا جماعه احسن نوع سوسيس. انا ما بحبش اي نوع سوسيس بس ميتكو ده طلع جميل جدا. دومتي ده عامل 21 جنيه. ده اللتر يا جماعه، ده اللتر عامل 21 جنيه. ده حمام كريم مالناش دعوه بيه. ده كاتشب صوصات كده، كاتشب ومايونيز. الواحد ب20 جنيه، ب21 جنيه الا ربع. وهقول لكم دلوقتي على فكره حلوه جدا وليه انا جايبه الحاجات دي كمان. دي الجبنه اللي انا قلت لكم عليها اللي كانت في هايبر. دي بصراحه لقيت طعمها حلو جدا جدا فجبتها. ده حوالي داخل على نص كيلو عامل 52 جنيه الا ربع. وده شاي تاج الملوك. ده
عامل 22 جنيه. دي حاجات الولاد ملناش دعوه بيها. تمام. ده كمان كيلو عجبني جدا، واقول لكم دلوقتي انا ليه. هتقولوا لي ليه ما جبتوليش من مخبز عادي، ليه جبت من المكان ده؟ هقول لكم دلوقتي ليه حاجه. ده عامل 18 جنيه الاربعه. التونه دي يا جماعه زي ما قلت لكم، دي تونه قطعه عامله 39 جنيه، فلقيت سعرها حلو جدا. التونه دلوقتي عامله حاجه و60 جنيه بره. والمربى دي برضو انا وريتها لكم، دي عامله 600 جرام وشويه، عامله 40 جنيه. وده العصير، بقيه العصير. دي بقى الجبنه قديمه، دي عامله 17 جنيه. ده برجر الشيفس، ده تحفه يا جماعه، واحلى برجر تقدري تجربيه. جربت كذا برجر زي ما قلت لكم، ولقيت ان ده احسن حاجه بصراحه. ده عامل 200 جنيه كيلو. طيب تعالوا بقى نتكلم كده ونقول احنا رحنا هايبر واشترينا المشتريات دي، بس ليه؟ هنقول ليه بقى؟ هنقول علشان انا زي ما بقول لكم كل مره، ان ممكن تخش ماركت تجيبي منه حاجه وتلاقيها سعرها كويس، وممكن تخش ماركت تاني تجيبي حاجه ما تلاقيش سعرها حلو. يعني انتوا شفتوا في الاسعار ان انا صورتها في هايبر، الزيت والرز والمكرونه ما كانتش احسن حاجه، وانا قلت الكلام ده في الفيديو. لكن بصراحه انا والله العظيم ما بخش كازيون، مش بقول عشان حاجه، بس انا بيجي لي كومنتات كتير جدا ان كازيون غالي، وانا والله العظيم بعمل 100 مصيبه كل ما اجي اصور لكم في كازيون. يعني ماليش اي هدف ان انا اقول اشهد الكازيون باي حاجه عشان ما حدش يقول لي انت دافعه او واخده كام والكلام ده كله. كازيون بالنسبه لي زيكم والله العظيم، غير ان انا بوصل لكم السلع بس مش اكتر. ولكن انا لقيت والله ان كازيون اسعاره حلوه في الزيت والرز والمكرونه والسكر بصراحه. واديكم شايفين اهو، انا ما جبتش اي سلع اساسيه من هايبر. ليه؟ لان لقيت السلع زي ما انتم شفتوا غاليه. انا بدور زي اي حد على ارخص حاجه. طيب انتوا دلوقتي يا جماعه بتروحوا ممكن تلفي هنا وهنا وهنا، انا بوصل لك السلع كل يوم في كل الاماكن، والحاجه اللي بتلاقيها رخيصه بقول لك الحقي هاتيها. انا ماليش اي هدف، لازم انزل لك فيديو كل يوم، ولازم تشوفي الاسعار في كل الاماكن علشان تعرفي احنا الحاجه نقدر نوفرها ازاي. لو كناش بنوفر زمان فدلوقتي لازم نوفر. طيب في حاجه مهمه جدا بقى، دلوقتي الولاد بيحبوا ياكلوا اكل المطاعم والكلام ده. طيب لو انا مثلا ولادي حبوا ياكلوا بره، فانا عشان اجيب ساندوتش زي ده هتجيبيه من بره بكام؟ ادي الفينو هو اللي بيتباع في اي مطعم، انا جبته. وادي الستريبس، وعملت ساندوتش ستريبس، وحطيت عليه شويه صوصات، وحطيت كمان جبت كابوتشا. هعمل احلى سندوتش للولاد واحسن من اي مطعم. يبقى انا لما اجيب الكيس ده هو ب 200 جنيه بس، ممكن يعمل كام وجبه؟ مش اقل من وجبتين 3، وعلى حسب افراد البيت. انا حبيت طبعا اوصل لكم المعلومه دي علشان نقدر نوفر. طبعا البرجر نفس القصه، والسوسيس نفس القصه. طبعا زي ما انتم شايفين انا مش جايبه حاجه غير كلها منتجات مصريه زي ما احنا شايفين. نسيت اقول لكم ان ده الجبنه نستو توب فاليو، لقيت سعرها حلو جدا. كانت هناك الاثنين العبوتين عامله 32 جنيه، فلقيت سعرها حلو جدا فجبتها. تمام كده تمام كده. اتمنى. وطبعا كمان دي المانجا يا جماعه، نسيت اوريها لكم. طبعا دي المانجا اللي انا قلت لكم عليها، دي مانجا اسمها صديقه. الكيلو هناك عامل 25 جنيه، فلقيت سعرها حلو جدا لان هي بره عامله 35 جنيه و40 جنيه، فسعرها لقيته حلو جدا. وبكده يكون الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم نوع من انواع الفيديوهات دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهعمل لكم فيديوهات كتير جدا من ديت، وده كان طلبكم انتم، فعشان كده حبيت اعمله لكم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت لو مش مشتركه في القناه، وجودك عندي شرف ليا.
وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.